مبروك فوز الهلال باقل جهد، فاز في مباراه ضد الوصل فارق شاسع صراحه. الهلال يعني ما لعب بالفريق الاساسي، حاول يدور مدرب، وانا كنت مدرب المفروض تلعب بالفريق الاحتياطي كامل. انت ضمنت الصداره ويحتاج لك بتفوز، وفريق الرديف راح يستطيع يفوز على الوصل. ليش ترهق لعيبتك عندك مباراه مهمه امام اسمه امام الاتحاد؟ اللعيبه اليوم مرهقين في رطوبه في دبي. انا مستغرب من المدرب، يعني ايش تبغى انت؟ ما عاد عندك رقم انك لازم تفوز. مباراه مهمه، حتى لو خسرتها مش مهمه. عموما مبروك فوز الهلال، بس الهلال في بعض اللعيبه المحلي لازم يجتهدون على انفسهم. طور نفسك يا اخي، طور نفسك يا اخي، اشتغل يا اخي على نفسك، العب كويس، العب بروح، العب بشغف. ما ادري ليش بعض لعيبه الهلال لاعبين بدون شغف، ما عندهم شغف، ما يبغون يلعبوا. ايش قاعد تسوون انتم؟ تاخذون رواتب على ايش انت؟ مش منطق. لازم انت تلبس الفانيله الهلاليه، لازم تلعب بروح، لازم تلعب حماس، تقعد سحب رجولك.